النهاردة هنعمل وصفة مع بعض جميلة جدا ومناسبة جدا للمدارس. هنعمل البلوبيف في البيت أحسن من المصنعات والحاجات اللي بنجيبها من بره، وطبعا سعره بقى خيالي من بره. يلا بينا. محتاجين طاسة هنحطها على النار وهننزل عليها بمعلقة كبيرة من السمنة. اعذروني بقى، السمنة هتكون كتير النهاردة لأن هو أصلا بيحب السمنة الكتير. وهننزل عليه بنص كيلو من اللحمة لازم برضو يكون فيها نسبة من الدهون. وهننزل بفلفل أسمر و4 ورق لورا، وهنقلب كل ده مع بعضه كويس جدا. ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، و6 فصوص حبهان ويفضل يكونوا بودر هو واللورا، و2 مكعب من المرقة، ومعلقة صغيرة من بابريكا. هنقلب كل ده مع بعضه كويس جدا، وبعد كده نظبط ملحنا ومننسوش ان احنا كنا حاطين المرقة. وننزل بالكلام ده كله في الخلاط بعد اللحمة ما تكون استوت. في بول على جنب هنحط كوباية مية سخنة ومعلقتين كبار من الجيلاتين وندوبهم كويس مع بعض. هنجيب من عند العطار لون غذائي، لون احمر جل، وهنحط 4 نقط منه. هو 4 نقط هيخلوا اللون بتاع الكمية بتاعتي مناسب قوي. وهنضرب كويس في الخلاط لحد ما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. في علبة تلاجة هنفتح كيس تلاجة وهنحطها فيه. لو مش متوفر عندك علبة تلاجة يبقى علبة من اللي بنشتريها من بره العادية خالص. وبعد كده هنقسم الكمية بتاعتي انا على 2، وهحطها في التلاجة هتبات ليلة كاملة. بعد كده هتطلع هتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، واحسن بلوبيف عملتوه في البيت من غير ما نكلفه نفسنا كتير. وياريت تتابعوني علشان يوصل لكم كل جديد، وبجد لو جربتوا الوصفة هتعجبكم جدا.